ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل سنة وانتم طيبين حبايبي، وبعود الأيام بخير إن شاء الله. النهاردة إن شاء الله هنعمل ورشة جديدة كده بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، عن شرابة السبح. ان احنا ممكن نعملها بدل ما نشتريها، لان طبعا الخامات غليت قوي، وممكن لو انتي هتعملي شغل جملة او شغل قطاعي ان انتي تعمليها في البيت. معاكم طبعا امنية يحيى. يا ريت اللي مش مشترك معانا في القناة يا ريت يشترك ويفعل زرار الجرس علشان يوصلوا كل جديد، والمشترك يعمل شير ولايك للفيديو علشان القناة بتاعتنا تكبر بيكم. اول بعتذر لكم جدا عن غيابي الفترة الطويلة اللي فاتت دي. كانت عندي ظروف هي اللي كانت منعاني ان انا اصور، بس الحمد لله يعني هنرجع مع بعض وبقوة ان شاء الله، وهنعمل فيديوهات كتيرة جدا ونكمل سلسلة الفيديوهات اللي احنا بنعملها والافكار اللي انتوا بتحبوني ان انا اعملها لكم مع بعض. طبعا بقى احنا راجعين، احنا هنعمل سبح الفترة اللي جاية. هتلاقوا في فيديوهات انت ازاي تعملي سبحة بعداد ومن غير عداد، و هنعمل كده افكار جديدة. تمام. النهارده انا حبيت ان انا اعمل فيديو صغير كده ان انا ازاي اعمل الشرابه بتاعتي. لو انا عندي قطع المعدن ديت وما عنديش وعايزه اعمل سبحه، او انت شغاله جمله فعايزه برضو تعملي توفري شويه عشان تعرفي تمسكي سعر كويس لما تطلعي السبح بتاعتك بالجمله، لو انت هتعمليها بشرابات. ف هنشوف كده الفكره معانا ايه، وايه الحاجات اللي احنا هنستخدمها. طبعا الادوات بتاعتنا دي مفيش غنى عنها خالص. طبعا معايا بقى الشكل المعدن ده. تمام. في طبعا اشكال طويله بتبقى كتير كده. انا معايا النهارده الشكل دوت. تمام. بيبقى مفتوح من فوق ومن تحت كده. خلاص. معايا طبعا السلاسل الستانلس بتاعتي باطوال مختلفه. انا هقول لكم دلوقتي انا هعمل كل واحده طولها قد ايه. خلاص. معايا الدلايه ديت اللي عليها لفظ الجلاله الله. ديت معايا انا هحطها، وفي بقيه السلاسل هسيبها فاضيه لان انا حابه ان انا ما احطش فيها لعب، علشان خاطر ان انا لو عندك هلال صغير ممكن تحطيه، بس انا حابه ان انا يبقى هي لعبه واحده بس اللي موجوده، اللي هي عليها كده اسم الله او اي حاجه دينيه. تمام. والباقي بحط الخرز نفسه اللي انا هشتغل بيه بالسبحه. طبعا الفيديو اللي هيبقى بعد الفيديو ده ان شاء الله على طول اللي هينزل بعديه، انا هشوف ده هينزل امتى، اللي بعديه على طول هيبقى طريقه عمل السبحه وان احنا نركب الشرابه دي فيه. وطبعا معانا الزرد بتاعي، معايا زرد مقاس 6 وزرد مقاس 4. طبعا يفضل ان الزرد ده يبقى محمل وتقيل كده علشان يعرف يستحمل الشغل معانا. ومعايا مسمار واحد اهو، اللي هو المسمار المفتوح طويل كده، عشان هنشوف بقى ايه هنستخدمه ازاي. اول حاجه كده معانا انا همسك اللعبه بتاعتي دي وهقيسها هي قد ايه. هي حوالي 2.5 سنتي، يعني 2.5 سنتي. تمام. طيب انا السلسله دي عايزاها ايه؟ عايزاها تعدي دي بسنتي كمان، فيبقى كده السلسله دي معايا لازم ان هي تبقى كام؟ 3.5 سنتي او 4 سنتي، هتبقى حلوه جدا. فانا هعملها ان هي تبقى 4 سنتي. تمام. ان هي هتبقى نازله منها ايه؟ انا قلت التانيه دي 2.5 سنتي. لما هعملها هعمل بقى واحدة 5 سنتي. تمام. خلاص. فهتبقى الحتة الصغنططة دي هشيلها بالقصافة. يبقى دي كده اول واحدة انا عملتها كام؟ 5 سنتي. عايزة تعمليهم كلهم نفس المقاس. تمام. اهي دي كده 5 سنتي. وهجيب الاتنين التانيين برضو هعمل واحدة تانية 5 سنتي نفس الموضوع، والتانية بقى تبقى اطول منها حاجة بسيطة. يبقى انا كده عملت 2 طول بعض. خلاص. والتالتة اطول منها. بصوا اهي التالتة اطول منها كده حوالي بسنتي او حاجة زي ما احنا شايفين. يبقى كده الثلاث اطوال دولت معايا اهم. واحدة طويلة، ممكن دي برضو هنقصرها سنة كده، هنشيل منها بس ايه حلقتين كده او حاجة عشان ما تبقاش طويلة قوي. بس كده. طبعا الحته اللي هي بتبقى الضعيفه دي من السلسله انا بشيلها خلاص، ما بقفلهاش وما بعملش بيها اي حاجه علشان يبقى شغلي كويس. طيب اول حاجه بقى بعملها ايه؟ الموضوع سهل جدا. انا بجيب اهو المسمار بتاعي. تمام. هعمل ايه بقى في المسمار بتاعي؟ الجزء اللي هو المقفول ده بروح فتحاه بالسنه دي كده اهو. بصوا فتحته.
بعد ما فتحته هجيب السلاسل، هجيب كده اللي هما 5 سنتي هحطها اهي واحدة، وهجيب الطويلة كده في النص تمام اهي، وهجيب ال5 سنتي التانية اهي. حابة ان انتي تزودي سلاسل تاني تمام، بس انا بشوف انها 3 كده بتبقى حلوة. خلاص، وهقفل المسمار ده كويس جدا، هقفله بقى. انا الحتة دي فتحتها، فانا ايه هقفلها كويس جدا. تمام اهو زي ما احنا شايفين كده. هعمل ايه تاني بقى؟ هنا هركب لفظ الجلالة ده. الموضوع سهل يا جماعة. هجيب بقى كده اللي هو ايه الزردة المحملة الكبيرة دي، عايزة تحطي الصغيرة تمام، بس انا هحط الكبيرة دي احسن لي. خلاص اهو هفتحها كده، هجيب كده لفظ الجلالة اهو، هروح افتحها وهعمل ايه، هجيب كده اطول فرع عندي وهروح حاطه فيه لفظ الجلالة كده، وهروح قافلاها كويس جدا، واتأكد ان انا قفلتها كويس قوي. خلاص بالمنظر ده كده اهي. الباقي ده طبعا هنحط فيه نبقى الخرز اللي احنا هنشتغله بالسبحة، وهوريهولكوا ازاي، بس انا حاسة كده ان دي هتبقى طويلة قوي وبعيدة قوي، فلا انا هغيرها. بصوا كله اهو معاكوا، يعني انا لما بلاقي حاجة كده لا خلاص يبقى اهي كده هغيرها، هفكها من هنا وهحطها في اي واحدة من الاتنين اللي هما ايه ال5 سنتي الاقصر شوية. تمام اهو همسك كده دي القصيرة اهي بس هعملها كده. خلاص اهي، فكده كويسة حلوة، يعني الشكل العام حلو. طيب هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هروح امسك دي كده هدخلها، طبعا ديت اللي هتبقى تحت عند السبحة، وديت اللي هتبقى فوق. هدخل المسمار هنا كده اهو، بصوا دخل اهو، بدخله كده. خلاص بعدي المسمار بتاعي علشان يدخل من الدورية دي اهو، دخل اهو جوه، شايفين اهو. وبعدين بعد كده انا ماسكه بقى المسمار بتاعي، هحط هنا اي حاجه كده تمسك، يعني هي دي كده مش هخلي كده الشرابه ولا العكس، لا انا شايفاه ان هي تبقى العكس، اللي هو ده كده ده الطرف، يبقى ده كده اللي يدخل هنا كده اهو. بصوا بنجرب مع بعض اهو كده علشان السبحه بقى تبقى نازله كده تمام. انا بس عايزه اضيق ده كده شويه علشان خاطر لما ادخلها جوه المعدن بتاعتي دي تدخل بسهولة اهو كده دخلت. خلاص اهي كده بس. بصوا هعمل ايه بقى هنا اهي كده، هروح جايبة مثلا لعبة معدن كده اهي، وهروح مدخلاها هنا كده، لا مش هتبقى حلوة. طيب يبقى كده هجيب ايه، هشوف بقى حاجة تانية هدخلها فيها علشان تبقى كويسة، او ممكن ان انا بدل ما هدخلها فيها هلفها كده كام لفة اهو، هعملها كده فمش هتعدي من الفتحة وهتبقى حلوة قوي اهي. بصوا اهي، بصوا عملتها بالشكل ازاي اهي، بس علشان تبقى السبحة نازلة منها اهي. بصوا هحطها لكم هنا، ده كده شكل الشرابة اللي احنا عملناها. طبعا بقى هتبان اكتر لما نحط لها خرز كمان، على حسب بقى الخرز اللي انت حباه. حابه ان انت تحطي لعب صغيره لو عندك تنزليهم من هنا تمام، حابه ان انت تحطي خرز، انا الحقيقه بفضل ان احط خرز من نفس خرز السبحه اللي انا شغلاها تمام اهو كده. هي اهي زي ما احنا شايفين، الطريقه سهله جدا وما خدتش وقت مننا، وطبعا في اشكال كتيره جدا ان انت ممكن تعمليها.
يا رب يكون فيديو النهارده برغم ان هو صغير يكون عجبكم، وتكونوا خدتوا فكره حلوه قوي منه. انتظروني بقى في الفيديو الجاي، هنعمل السبحه كلها مع بعض وهنركب دي فيها عشان نشوف شكلها والفكره هتبقى عامله ازاي. اللي لسه مش مشترك في القناه واول مره يشوفني يا ريت تشترك وتفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل جديد، والمشترك بالفعل يعمل شير ولايك للفيديو. كانت معاكم أمنية يحيى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.